بامانه الواحد مش عارف يقول ايه. احنا في شهر رمضان، احنا مش عارفين نقول ايه. يعني الكذب والنفاق في نادي الزمالك بص بيبز من ودان البنات الصفرا دي. اسمع يا صاحبي، عايزه ابارك، والله عايزه ابارك لكل المحتفلين يعني بخساره الزمالك. فيها يا جماعه بجد ما تطمنونا عليكم. انا حسيت ان نادي انبي ده مثلا بيلعب في نهائي دوري ابطال اوروبا. ده الحشد اللي اتعمل لانبي ما بيتعملش ولا اتعمل لمنتخب مصر في ماتشاته. ده تلاقي بقى ايه بقى قبل الماتش استضافات لرئيس النادي وللعيبه وتحفيز واسئله عن المكافآت الاستثنائيه. وكملنا بقى يعني جات لكم على الطبطاب بقى الزمالك خسر، فكملتوا بقى احتفالات بقى بعد الماتش. مبروك يا جماعه. ايه مصر صعدت لكاس العالم تاني؟ ما عزمتوناش يعني، ما حدش ادانا خبر الصراحه عشان نحتفل معاكم مثلا. ما شفناش مثلا الكابتن جمعه مشهور مدرب طلائع الجيش ولاعيبه الفريق بيتم مثلا الاحتفال بيهم بنفس الطريقه، خاصه ان هم كانوا لسه فايزين على الاهلي قبلها بيومين. طبعا البنت الصفرا دي بتهاجم انبي ولاعيبه انبي واداريين انبي ان هم فرحانين ان هم كسبوا الزمالك. يعني هي نفس المنافقه الصفرا دي من كام يوم لما فازوا على حرس الحدود قالت ايه؟ تعال اسمع قالت ايه. مع كل مكسب للزمالك تبتدي بقى تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والناس تطلع تتكلم. شايفين كده ان احنا بنأفور قوي بفرحتنا بفوز الفريق، اولا علشان اللي بيكسب بعرقه وشقاء وبدون اي مساعدات. بالعكس انا طول الوقت بيتحط لي معوقات، طول الوقت عندي صعوبات، فبالتالي لما اجي افرح ما ينفعش فرحتي تبقى عاديه. اكيد فرحتي مش تبقى عاديه. وهرجع اقول للي بيهاجموا فرحتنا للمره مليون بجد، انت مالك؟ بجد والله انت مالك؟ ما تسيبني افرح بالطريقه اللي انا عايزه افرح فيها. انت ظروفك مختلفه، انت حدوتك كلها مختلفه. عفوا. انا عايز ارد عليك، اقول لك حاجه بسيطه. انت السواد والغل اللي جواكي ده عدى مراحل. يعني انا مش عارف ايه هو الاهلي عمل لك ايه او يعني مش عارف ايه الغل اللي جواكي، ايه الغل والسواد اللي جواكي. على الاقل يا اذكى اخواتك لو انبي وعمل افراح ومش عارف ايه اسمه فاز على الزمالك، تمام. انما انت لما تقولي احتفالات ومن حقي اعمل ومن حقي ادرس الاجيال اللي جايه واحكي حواديت واجيب ربابه. نادي الزمالك لما فزت على كهرباء الاسماعيليه كنتوا عاملين فرح في قناه الزمالك. لما فزت على حرس الحدود كنتوا عاملين فرح على نادي الزمالك. فانت مش عايزه انبي لعيبه انبي تحتفل ان هي فازت ب3 نقط. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ اللي بيكتب لكم السكريبتات دي يعني غبي جدا، اغبى اخواته. يا ريت قناه الزمالك، يعني انا رسالتي لقناه الزمالك، يا ريت يعني اللي بيكتب سكريبتات يكتب يعني حاجه ايه يعني ما تضحكش، يعني حاجه ما تضحكش. لان يعني بامانه انتوا قناه الضحك المصري. يعني عديتوا موجه كوميدي، عديتوا موجه كوميدي. لا كده كتير في شهر رمضان. وبعدين البنات الصفرا ديت ارحمونا. طب نخلص من شهر رمضان وبعدين نعرف نرد. انما احنا في ايام مفترجه وفي العشر الاواخر. فانا رسالتي قناه الزمالك اهدوا شويه ويا ريت تلم البنات ديت لحد ما شهر رمضان بس يعدي، بس لحد شهر رمضان ما يعدي عشان نعرف نرد بقى وايه، نرد على بعض احنا وهو، تمام. لو عجبك الفيديو يا صاحبي اعمل لايك وشير الفيديو وادعم اخوك وصلي على النبي في الكومنتات. السلام عليكم.